عالم بتتكلم فيه الارقام اقدر اقول بكل اعتزاز وان انا مبسوط جدا ان انا عملت اول فيديو برودكشن معمول بالاي اي يعدي ال 40 ثانيه في مجال الالكترونيك ريتيل في العالم. ان انت تبقى شغال على بروجكت هو ما اتعملش اصلا في مجال الالكترونيك ريتيل، ومفيش مقال انا بحثت ودورت فيه زي ما هيظهر لك على الشاشه دلوقتي بيتكلم ان في الالكترونيك ريتيل حد عمل فيديو برودكشن تي في سي بالتايب ده بالحجم ده ويكون نزل قبل كده. ان انت عملت حاجة مهمة جدا ليك انت وللمكان اللي انت شغال فيه. كذلك برضو المكان نفسه قدر يساعدني ان انا فعلا انزل فيديو، لان ممكن اكون عملت الحاجة دي ولكن عملتها لمكان صغير فما كانش هيقدر يديني الحجم اللي انا حاسه دلوقتي. طيب الفيديو بتاعنا ده ليه بنقول عليه ان هو تي في سي برودكشن وان هو مختلف عن الفيديوهات بتاعت الاي اي المنتشرة حاليا؟ بكل بساطة ان انت تقدر في فيديوهات الاي اي انت بتكتب برومبت، والتكست برومبت هو اللي بيطلع لك المشهد، وما بتقدرش تتحكم في اي حاجة بعد كده. يعني بيطلع لك فيديو كامل وما بتقدرش تتحكم قوي في كل حاجة. فممكن تكون المشاهد ورا بعض ولكن ممكن تكون في غلطة في الثوب مثلا، في غلطة في البشرة، في غلطة في المشهد نفسه، في غلطة في السين نفسه، وهكذا. لكن المختلف في الفيديو بتاعي اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعه ان الفيديو عملنا منه الاول ستوري بورد وكاننا رايحين نعمل برودكشن. عملنا ستوري بورد، عملنا سكريبت، الستوري بورد بتاعتنا قلبناها مشاهد، عملتها تكست برومبت، التكست برومبت عملته صور، الصور كل صورة اخترناها بعناية، بعد كمان فيدباك من اكتر من مدير، بعد كمان تعديل من اكتر من مدير. بعد ما خلصنا كل الكلام ده رجعنا تاني نعمل المشاهد دي فيديوز. التركة الصغيرة في الفيديوز او الايمج اللي احنا حولناها الفيديو ان انت لازم تبقى فاهم برودكشن. وهنا بقى نقدر نقول ان العامل البشري لما يشتغل مع الاي اي، ان انت دلوقتي فاهم يعني ايه برودكشن او فاهم يعني ايه فيديو. لازم كل زي ما احنا بنقول كده لما انت بتيجي تبدأ تصور فانت بتبقى عامل حسابك في المشهد اللي انت بتصوره ايه السين اللي بعده، فبتشوف الترانزيشن هيمشي ازاي. هو ده بالظبط اللي انا عملته في كل مشهد، ان انا ابقى فاهم الترانزيشن هيبدأ منين والمفروض قفلة الفيديو تبقى ازاي، فاقدر اوصف للفيديو بتاعي ان هو يديني الترانزيشنز اللي انا عايزها او الاي اي يديني اللي انا عايزه. وبعد كده نركب مشاهد كتير على بعض عشان نعمل فيديو مدته 40 ثانية في فويس اوفر معمول كمان بالاي اي ومزيكا معمولة بالاي اي عشان ينزل له نور ويبقى اول فيديو ينزل في مجال الريتيل، في مجال الالكترونيك ريتيل في الميدل ايست وكمان في العالم كله. سلام.